امريكا قالت انا هغزو ايران بريا. قامت ايران رد عليها وقايله لها انا مجهزه مليون مقاتل في استقبال الجنود الامريكان وهيقوموا معاهم بواجب الضيافه. وهناك بقى ترامب يقول لك انا ممكن انهي الحرب في ايران ومضيق هرمز مغلق، وكان قبلها بيقول انا هسيطر على مضيق هرمز. انت ريحتك فاحت قوي يا ترامب. اما انت كذاب كدب يا جدع. الراجل ترامب ده كذاب جدا يا جماعه. كان من يومين بس بيقول احنا هنخش نسيطر على مضيق هرمز، وكان بيقول احنا مسيطرين واحنا منتصرين ومش هنسكت الا لما نخش نسيطر على مضيق هرمز، وبيقول كلام كبير قوي. وكل ده بيتغير بين يوم وليله بيتغير. هو ده ترامب. وطبعا وزير الدفاع بتاعه والاعوان بتوعه نفس الكلام، بيقعدوا يقولوا كلام وفي الاخر يغيروه. لكن الكلام الحقيقي تاخده بقى من الايرانيين. الايرانيين بقى هم اللي مش عايزين يوقفوا، مش عايزين يوقفوا غير لما يدوا درس لامريكا، لان امريكا هي اللي بدأت. وبيقولوا كمان احنا مش هنسكت الا لما نرجع الجنود الامريكان في صناديق. ولو سألت الايرانيين انتوا عايزين توقفوا ولا لا، يقول لك لا احنا مش عايزين نوقف. وفي نفس الوقت ترامب وامريكا بيقعدوا يقولوا كلام على اساس ان هم الدنيا انتهت والدنيا في استقرار وان احنا هنوصل لاتفاق. تصريحات كلها كدابة. بس ايران مش عايزة توقف الا لما تاخد حقها، شاءت امريكا او ابت. هم بيمشوا اللي في دماغهم. الامريكان وترامب موصلين صورة للعالم عبر الاعلام ان الدنيا في ايران خربانة وان هم بوظوا الدنيا. وانت لو شفت فيديوهات او رحت ايران او سألت حد في ايران دلوقتي هيقول لك مفيش اي حاجة، كلها حاجات بسيطة جدا، لان ايران بلد كبيرة. المتضرر الحقيقي من الحرب دي هو اسرائيل وامريكا. واسرائيل بنت اللذينة مش عارفين يعملوا حاجة، فرايحين يشطروا على الأسرى اللي عندهم وعايزين يعدموهم وبيطلعوا قرار بالإعدام. الضرب جاي لهم من كل اتجاه وإيران طايلة فيهم. ولازم تبقوا فاهمين إن في أمريكا نفسها مش ساكتين. يعني عندك هوليود وممثلين هوليود مش ساكتين وبيستجوبوا وزير الدفاع والمسؤولين، وعمالين يرجعوهم لجرايمهم اللي فاتت، لأن هم ناس مجرمين في الأساس. وترامب ده الفلوس عنده اهم حاجه، يقول لك انا عايز فلوس انا عايز فلوس. ومن الناحيه التانيه الايرانيين صلبين على موقفهم وعايزين ياخدوا حقهم، لان هم شايفين ان هم اعتدى عليهم، وكمان اغتالوا الرمز الديني بتاعهم اللي هو خامنئي الكبير. فمش هيهدوا ولا يرتاح لهم بال الا لما ياخدوا حقهم مهما يحصل بقى. ولما تسأل الايرانيين برضو انتوا مين بيعاونكم، يقول لك احنا مش عايزين عون من حد، احنا العون بتاعنا من عند ربنا سبحانه وتعالى. سنين كتير الاعلام الغربي والامريكي موصل للعالم كله ان ايران دي ارهابية، وهم في الاساس مش ارهابيين ولا حاجة. الله اعلم بظروفهم، ايه اخطائهم ايه غلطاتهم، لكن هم مش بنفس الصورة اللي هي واصلة عبر الاعلام الامريكي. يا نهار ابيض، هي وصلت لحد كده؟ دي ايران ناويه لهم بقى. ده كده ايران اللي بتخطط مش امريكا. اي حد هيسلم طيار امريكي حي هياخد مكافأة من ايران. يبقى كده اللي نفهمه ان ايران عارفة هي بتعمل ايه، لكن امريكا مشتتة. ربنا يشتت شملهم ويفرق جمعهم. امريكا نفسها بتعترف ان ايران بتطول فيها وبتعرف توقع لها طيارات. مش زي كلام ترامب خالص ان احنا منتصرين وامريكا منتصرة ويدوا وعود للناس مش حقيقية. الراجل ده ما حدش يصدقه في اي حاجة، كل يوم بكلمة. ربنا ينصر ايران على اعدائنا. يا رب يكون الخبر ده صحيح وان قطر فعلا تفوق، ويا رب يكونوا عرفوا هم وغيرهم ان امريكا ما بتحميش حد. امريكا عايزة مصلحتها بس، وان امريكا لو عايزة الخير للناس تسيب الناس في حالها وتسيب الدول في حالهم زي بقية الدول العظمى المحترمة. يا رب تكون قطر فهمت ان امريكا ما بتضحيش بحاجة الا لما تكون في حاجة اكبر منها هتستفاد بيها. الرئيس ترامب كل يوم بكلام عن مضيق هرمز، مرة يقول لك هنسيبه ومرة يقول لك هنفتحه وهناخد الثروات بتاعته. شفتوا بقى كلامه ان هو عايز ثروات، عايز فلوس، هو بتاع فلوس، ما يهموش غير الفلوس. مش فارق معاه بقى الناس تموت، الناس تتقتل، الناس تحصل حروب، تحصل اي حاجة، كل ده مش فارق معاه، المهم ان هو ياخد فلوس. وشوية يقول لك احنا هننهي الحرب ومش مشكلة مضيق هرمز. فانت ما انتش فاهم له اي حاجة. ده معناه ان هو نفسه مش فاهم اي حاجة ولا عارف ايه اللي جاي ولا عارف ايه اللي هيحصل.
ولا في دماغه خطة ولا أي حاجة، هو اتحدف. وكمان مفيش حد في أمريكا سايبه. البنتاجون، الكونجرس، ممثلين هوليوود، الشعب الأمريكي فتحوا الملفات القديمة لترامب ولكبار المسؤولين في إدارته، ومش هيسكتوا لما يشوفوا لهم حل في إدارة ترامب. وترامب نفسه، ترامب نفسه ممكن يتعزل الأيام الجاية دي. وكمان الدول الحليفة لأمريكا بترفض مرور الطائرات الأمريكية الحربية، لأن هم شايفين إن أمريكا ملهاش حق خالص في اللي هي بتعمله، ومدخلين العالم في أزمة اقتصادية ما كانش ليها داعي. مش النمسا لوحدها، ده كمان إيطاليا وأسبانيا ودول كتير. آخر ضربة قوية انضربت في إيران كانت ضربة الجسر الإيراني. مين بقى اللي بيقتل المدنيين؟ مين بقى اللي بيدمر في المدنيين؟ يا بتوع حقوق الإنسان، يا بتوع جرائم الحرب، يا اللي عايزين تحاسبوا الناس على حاجات وانتوا ما تتحاسبوش. بلاش تغنوا على الناس بكلام وانتوا أول الناس اللي بتعملوه. يا رب نخلص منكم قريب.